صورة بالملابس الداخلية لرئيس الجمهورية كانت سبب في مشكلة كبيرة جدا بينه وبين مراته، لدرجة ان الصحافة وقتها اتدخلت علشان تحل الموضوع. لكن بعد كده الصورة اتباعت بفلوس كتير جدا. بس ايه رأيك نجيب الحدوتة من اولها ونعرف حصلت امتى وليه وازاي؟ في السبعينيات طلبت شركة أمريكية من الرئيس أنور السادات إنه يعمل فوتو سيشن لتصوير يومه بالكامل من أوله لآخره، وقالوا له ساعتها كل الرؤساء الكبار بيعملوا كده وبيكون معاهم دايما مصور خاص للحظات اللي زي دي، وانت يا ريس ما تقلش عنهم في أي حاجة فلازم تعمل زيهم. في الوقت ده كان مصور رئاسة الجمهورية فاروق إبراهيم، فقدم طلب للرئيس السادات وقال له فيه يا ريت يا ريس لو هتعمل خطوة زي دي أكون أنا المصور بتاعك. والسادات وقتها بيوافق على طلب فاروق ويقول وماله نجرب المصور المصري، ما هو طول عمره برضه شغال معانا وبيطلع شغل حلو. وفعلا بيوصل فاروق بالكاميرا بتاعته لحد بيت السادات ويبدأ معاه اليوم وياخد له أول صورة بعد ما يصحى من النوم على سريره. بعدها بشوية بيدخل الرئيس الحمام علشان يعمل زي كل الناس، فيطلب من فاروق انه يدخل معاه علشان يصوره وهو بيحلق دقنه. فاروق في البداية اتكسف واتحرج جدا، خصوصا ان السادات في الوقت ده كان واخد راحته على الاخر وقاعد جوه بيته بالملابس الداخلية. لكن السادات بيصمم على طلبه وبيقول له لو ما جيتش تصورني يا فاروق جوه الحمام وانا بحلق دقني هبعت اجيب المصور الالماني وانت براحتك بقى. وطبعا فاروق بيوافق وبيصور الرئيس بدل الصورة كذا صورة، خصوصا لما بيلاقي السادات واخد الموضوع ببساطة وبيتعامل عادي جدا. وفضل الموضوع ده مستمر ما بينهم حوالي 9 شهور تقريبا. ينزل فاروق بالكاميرا بتاعته لحد بيت الرئيس يحضر تفاصيل يومه بالكامل سواء جوه او بره البيت، وده طبعا خلق ما بينهم علاقة خاصة جدا كسرت كل الحواجز اللي بتكون موجودة ما بين رئيس الجمهورية وحد شغلته يصور وخلاص. لدرجة ان الرئيس السادات بقى يعلق على كل صورة بيتصورها بخفة دمه المعروفة. فلما فاروق مثلا يصوره وهو ماسك البايب بتاعه يقول له بقول لك ايه يا فاروق، انت تروح تدي الصوره دي للشركه اللي بتصنع البايب وده هيبقى اعلان حلو جدا. يصوره مثلا في الجنينه بتاعته وهو لابس الترنج والكوتشي فيقول له بقول لك ايه يا فاروق، انت تاخد الصوره دي وتروح لحد شركه اديداس هتكسب فيها فلوس كتير. لحد ما تخلص جلسات التصوير كلها ويروح فاروق مجمع كل الصور في ألبوم وداخل بيها على السادات اللي بيوافق فورا على نشرهم كلهم ما عدا صورتين. الصوره الاولى كانت وهو بياكل، وكان مبرر رفضه لنشر الصوره وقتها ان الاكل عوره وما ينفعش الناس تشوفني كده. اما الصوره الثانيه بقى كانت مع الكلب بتاعه، لانه ببساطه ما كانش عايز يزعل الناس اللي بتحرم تربيه الكلاب، خصوصا انه معروف عند الكل بلقب الرئيس المؤمن. في نهايه الالبوم بقى بيلاقي السادات صورته في الحمام بالملابس الداخليه، لان فاروق في الوقت ده كان حاططها في نهايه الالبوم لانه برضه كان محرج يوريها للسادات. لكن السادات ساعتها يفاجئه بحاجه غريبه جدا، يشيل الصوره من مكانها ويحطها في اول الالبوم خالص، وكانه عايز يقول لفاروق في الوقت ده اهي الصوره دي بقى يا فاروق اهم صوره عندي. وده اللي خلاها تنتشر بشكل كبير جدا وتنزل على اغلفه المجلات بحجم الصفحه كامله. مش بس كده، ده كان كل حد بيشوف الصوره دي يفتكر ان الرئيس واخدها من غير ما ياخد باله، لدرجه ان جيهان السادات حرم الرئيس اول ما شافتها اتجننت على الاخر وقالت ان فاروق لازم يتحاسب على غلطه زي دي. لكن فاروق في الوقت ده ما ردش عليها باي كلام ورد بشكل عملي، بعت على طول صوره من الكواليس وهو واقف في الحمام بالكاميرا مع الرئيس قدام المرايه، لحد ما يتدخل السادات علشان يحل المشكله، لان جيهان لحد اخر لحظه ما كانتش مصدقه ان الصوره دي متاخده بناء على رغبه السادات. ويقول لها جيهان رئيس الجمهوريه ده واحد من الناس، والناس كلها لازم تشوفه في كل الاوقات مش وقت الجد بس. الحدوته دي كلها على قد بساطتها لكن بتوصل لك ان السعاده في البساطه، مش مهم الناس تشوفك ازاي ومش مهم كمان برستيجك هيبقى فوق ولا تحت، المهم تكون مبسوط ومقتنع جدا بكل اللي بتعمله حتى لو كنت رئيس جمهورية.